أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن والعذاب على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أذكى الشجون بجمرة الأحشاء، دمع جرى لمصيبة الحوراء، هي بضعة الهادي الأمين، وصفوة من حيدر وسلالة الزهراء، وكفيلة الأيتام بعد كفيلها، في ساعة التوديع والإسراء، ولسانها وهي الفصيح لسانها يحكي ويخرس ألسن البلغاء، كم خطبة في مجلس قد ألجمت فيها لسان الشرك بالإعياء، جاءوا لها يوم السبع في ناقة، جاءوا لها يوم السبع في ناقة المهزولة ما مهدت بوقاء، فرنت إلى العباس وهو مجدل بالعلقمي برنة وبكاء، قم يا أبا الفضل الغيار، فهذه حرم الرسالة في يد الطلقاء. أنت الكفيل لحرتنا
شخصتها يا من يثرب في عزة وإباء ساروا بها للشام حتى وجدت ساروا بها للشام حتى وجدت وهي المصونة عن سور البيداء خدر الله جاهز للضعاف بس باقية أم العلا ما طلعت وبس تنتظر يحضر كفيل العائلة ومن عاينة شافت بدر ساجد على عتبة هلا ما يدخل وبس ينتظر بس ينتظر تأذن إليه قالت لزينب يا الولي بيتك كيفك تدخل طب وانحنى وذب عمته دقيت صدر المرجله رأيتك يا عباس تحضر يوم طلعت منك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الحديث البارحة عن ما قد يمكن أو قد يتوهم أن يكون مانع من حضور الإمام السجاد عليه السلام اللي هو الأمر الأول السجن. إحنا عندنا الشيعة هذه القضية لا تكون عائقا في حضور الإمام السجاد صلوات الله عليه. الأمر الثاني هو قضية النصوص. عندنا مثلا في بعض النصوص من دفنه أهل القرى، مهتش وارد في بعض الزيارات السلام على من دفنه أهل القرى، هيك تقريبا بهالمعنى. وعندنا نص أيضا مثلا في رواية زائدة، وهذا من النصوص المحترمة جدا لأنه ملحق بروايات كامل الزيارات. إن الرواية طويلة جدا ودائما أكو مقاطع تتردد على المنبر الشريف من هذه الرواية. رواية يرويها الإمام السجاد عن السيدة زينب، يعني أنه يرويها لزائدة ماذا حدث بينه وبين زينب وماذا أخبرته زينب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هو يقول: ولما رأتني عمتي زينب قالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أبي وأهلي. قلت: كيف لا أجزع وأهلع وأنا أرى أبي أهل بيتي مجزرين كالأضاحي، إلى أن قالت له صلوات الله تعالى عليها: ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا يعرفهم جبابرة أهل الأرض يجمعون هذه الأوصال وهذه الأجساد فيوارونها الثرى. ثم قالت: وينصبون في الطف علما
لأبيك كلما اجتهد أئمة الكفر وأشياع الضلالة على طمسه ازداد، وهذا ما نراه في عين الواقع. أظن النصوص الروائية لا مانع أو لا تعارض حضور الإمام السجاد صلوات الله عليه. فعلا الذي تولى دفن الإمام السجاد الإمام الحسين مع الإمام السجاد هم أهل القرى، لأنه قرية كانت قريبة من الغاضرية اللي هم مجموعة من بني أسد، حضروا مع الإمام السجاد صلوات الله تعالى عليه. قد يكون أكو في هذه العبارة إشارة إلى الظلامة. أي ظلامة؟ عادة الميت الذي يلي دفنه وأمره عادة من يحضر؟ أهله، عشيرته، أقاربه، أصحابه. صحيح لو مو صحيح؟ فهذه من ظلامات الحسين عليه السلام، أنه ما حضر مع السجاد أهله ولا عشيرته ولا أصحاب الحسين مثلا، وإنما حضر مجموعة من أهل القرى اللي هم مجموعة من بني أسد مع الإمام السجاد عليه السلام. أما بالنسبة لرواية زائدة فهي بعد القول بأنها غير معارضة، وهي لم تسمي أصلا من يحضر. أكو أيضا بها فرد شيء، الرواية بها استرسال. يعني زينب صلوات الله عليها لما نقلت قالت لأولا أن الله أخذ ميثاق أناس لا يعرفهم جبابرة أهل الأرض. هذا الظاهر بها إشارة إلى أن هذا حضور من لون آخر، حضور مو الحضور المادي العادي. وثم استرسلت في بيان قضية وينصبون لأبيك في هذا الطف علما إلى آخر ما ورد على لسانها صلوات الله تعالى عليها. هذا الظاهر إشارة إلى احنا عندنا باب واسع وروايات كثيرة في قضية الحضور، أنه الميت إذا مات يحضره رسول الله أمير المؤمنين كل ميت. زين كيف إذا كان الميت هو الإمام؟ وقطعا أكو حضور. سامعين مقتل أمير المؤمنين؟ عادة تقرون مقتل أمير المؤمنين أو تستمعون إلى في ليلة 21 عادة، صحيح لو لا؟ يعني إذا ما تسمعونه بالمساجد تسمعونه بالتلفاز. بشنو يقول بالتشييع في وصية أمير المؤمنين لما وصى الإمام الحسن والحسين؟ شنو قال لهم؟ قال لهم احملوا مؤخر السرير اللي بيه جنازة. زين من الذي يحمل مقدم السرير؟ علي. يا علي؟ لا مو علي نفسه، هو أمير المؤمنين المستشهد. فهذا إشارة إلى حضور آخر اللي هو حضور النبي والملائكة صلوات الله على رسول الله وآله. ولما استشهد الحسن حضره النبي وأمير المؤمنين، وهكذا كل إمام لاحق يحضره الأئمة الذين سبقوا يتولون أمره. قال لهم أينما نزل مقدم السرير. هذه القضية مو القضية المادية الطبيعية. القضية المادية الطبيعية أكو دفن وكذا، هذه مو شغلنا، مو يمنا أصلا. هذه فرد منزلة مو داخلة في دائرة إدراكنا، هم هي مقابلة للتحليل، مقابلة للتصوير، مقابلة للأخذ والعطاء. فرد قضية احنا ما نعرفها، كل اللي نعرفه أكو حضور. شنو هسه هذا الحضور؟ مو واضح عندنا، لأنه ما وصلنا إلى تلك المرحلة. من نموت ونشوفهم إن شاء الله، نشوفهم بحيل الله يحضرونا بقوة الله تعالى، يحضرون في تلك اللحظات الشديدة. سرور النفس أن يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أجت فت قضية ولو أنا مقيد بالوقت، بس هاي بعد يعني فت قضية لطيفة. ظاهر الروايات أنه الميت لا يموت حتى يخير. يقولون شلون يخير؟ يقولون إذا رأى رسول الله وأمير المؤمنين يراون منزلته، فبعد ما يختار على الموت شيء. أصحاب الحسين لا يجدون ألم مس الحديد، لأنهم عاينوا وشاهدوا منازلهم في الآخرة. فهذا الظاهر اللي تقول السيدة زينب قد يكون بإشارة إلى حضور آخر غير هذا الحضور الطبيعي. هذا تمام الكلام
فيما قد يتوهم أنه مانع. أما ما عندنا من نصوص، طبعا بقى في الشيء اللي هو النصوص العامة، يعني أقوال العلماء وأقوال أرباب السير والتاريخ، هذا ما معارض، وبالتالي هو قول غير معصوم، ولا ينافي أصلا نفس القول لا ينافي هذا الحضور للإمام السجاد صلوات الله عليه، باعتبار أن حضور الإمام السجاد كان إعجازي. أما الأدلة اللي عندنا فعندنا طائفتين من الروايات. طائفة من الروايات اللي هي الروايات العامة. شنو يعني روايات عامة؟ يعني عندنا روايات أن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله. الشيخ الكليني هكذا عنوان باب وذكر به 3 روايات. أكو بعض نصوص أخرى متفرقة في أمهات الكتب هذا معناها أن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله. هذه بعد مو خاصة بسيد الشهداء، وإنما تشمل كل الأئمة. فاطمة من غسلها؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه. مرة نقول هذا الغسل لخصوصية، لأنه يستلزم من عند النظر للجسد المقدس، فما يصير واحد يغسل غير المعصوم. أكو في رواية رسول الله صلى الله عليه وآله اللي غسلوا النبي هذول اللي خلوا الماء شدوا عيونهم، لأنه إذا ينظر إلى جسد النبي يصاب بالعمى. فقد يكون هذا المراد أنه خصوص جزئية الغسل، وقد لا، أن المراد مو خصوص جزئية الغسل، وهذا هو الظاهر. هذا الثاني هو الظاهر من الروايات. هذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. الميت إذا مات شنو يجب بعد موته؟ الغسل، وبعد والكفن، ثم الصلاة. خب ما نصلي ندفن الله ما نصلي عليه، ثم الدفن. هذني مو أهم 4 أمور؟ أبرز هذني الأمور ال4 يا هو ظاهر الحال الغسل. غسل الميت ظاهر الحال أنه أبرز هذني ال4، أو أنه أولهن على أقل التقادير. فلما يجي بالرواية أن الميت أن الإمام لا يغسله إلا إمام، هذا معناه أنه هذا مو فقط جزئية التغسيل، وإنما كل أمر الميت. هذا بالنسبة إلى الروايات العامة. عندنا روايات خاصة. من هاي الروايات الخاصة رواية ينقلها منقولة في رجال الكشي، اختيار معرفة الرجال. الرواية عبارة عن مناظرة، والمناظرة كانت وي الواقفة. شوية خلينا نتوقف وي الواقفة. احنا كم شهادة عندنا بالإسلام؟ 3 شهادات: أشهد أن لا إله، وأشهد أن محمدا، وأشهد أن عليا. اللي ينكر الشهادات الثلاثة يقول ماكو لا إمام ولا نبي ولا إله، هذا شو يسمونه بالمصطلح الإسلامي الشرعي؟ شو يسمونه؟ يسمونه كافر. هذني أبجديات بس حتى ما تتخربط الساحة، حتى هم هذول الوليدات شبابنا هم يسمعون هيك قضية وتتركز في أذهانهم. هذول ايش يسمونهم؟ يسمونهم كافر. هذا هم لا إله حرمة ونجس. اللي يشهد الشهادة الأولى يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن أنا أنكر الشهادة الثانية، ما أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، أشهد العيسى، أشهد الموسى، أشهد. هذا الشيء يسمونه؟ يسمونه كتابي. زين يعرفون الشباب شو يسمونه؟ كتابي. زين. اللي يشهد الشهادة الأولى والشهادة الثانية يسمونه مسلم. قالت الأعراب، يقول لهم أنتم ما آمنتوا، أنتم أسلمتوا. من شهد الشهادتين فهو مسلم. اللي يقول أشهد أن لا، يعني يعتقد بوجود الله ويعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا مسلم. اللي يشهد الشهادة الثالثة مؤمن. هذا هو اللي يترتب عليه صحة العمل والثواب، وهذا هو الموصوف بالروايات. زين. هنا هذا الثالث
أشهد أن عليا ولي الله، يعني فقط علي؟ لا، إحنا الشهادة الثالثة عندنا مركبة. شنو يعني مركبة؟ يعني في زمان علي يكفي إلى حد علي عليه السلام، بس إذا واحد إجا في زمان الإمام الحسن بعد شهادة أمير المؤمنين وقال أنا أشهد أن علي ولي الله ولكن أنكر وأكذب إمامة الحسن عليه السلام، هذا مؤمن لو مسلم؟ مؤمن لو مسلم؟ مو مؤمن، هذا مسلم. إذا واحد وصلنا إلى الإمام الكاظم عليه السلام قال أنا إلى الصادق عندي ذولا كلهم أئمة بس الكاظم عليه السلام مو إمام، هذا مؤمن لو مسلم؟ مسلم. إذا واحد إلى الإمام العسكري وأنكر الإمام الحجة، هذا مؤمن لو مسلم؟ ذولا الواقفة، البهرة، الإسماعيلية، الزيدية، ما أعرف شو اسمهم، هذولا فرق تفرقت عن فرقة الحق، فالتحقوا بمن؟ التحقوا بالمسلمين وخرجوا عن المؤمنين، خرجوا عن المؤمنين. المؤمن الشيعي في زمان رسول الله أول الدعوة اللي يعتقد كان يسمونه مسلم، لكن لما نصب علي وأعلن عن إمامته في زمان النبي صاروا الشيعة، صاروا يسمون المؤمن المسلم يسمونه شيعي. يقول في كتاب السنة والشيعة هكذا ينقلون، كان الصحابة في زمان كانت لفظة الشيعة في زمان رسول الله تطلق على 4، أبو سلمان وأبو ذر. بعد شهادة النبي، بعد رحيل النبي وأمير المؤمنين دخل معارك، صارت شوية الشيعة تتميز أكثر. هو ترى اللي سماهم شيعة النبي واللي أسسهم النبي صلى الله عليه وآله. يا علي أنت، هذه متفق عليها هاي العبارات. شوية أضيف تغيرت، صاروا يسمونهم شيعة علي، شيعة علي. بعد إلى أن وصلنا إلى الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام الصادق شيد أركان التشيع، وبدت المدارس تتألف وتتأسس. تتألف شنو؟ تتأسس في زمان الإمام الصادق، بدت المدارس، خصوصا هسه ذني المدارس المعروفة، فصار تتميز أو شلون يميزون المؤمن؟ يقولون ذولا شيعة جعفر، أو سموهم اختصارا سموهم الجعفرية. زين. في زمان الإمام الكاظم صارت القضية بعد المدارس بدت يعني تدخل خصام مع الإمام الكاظم مع المؤمنين، فقام يسمونهم الشيعة الروافض أو الرافضة. إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا. هسه بزماننا شو يسمونا؟ يسمونا الشيعة الإمامية الاثني. فالشيعة لأنه النبي سماهم شيعة، وإمامية يعتقدون على الإمامة ما يعتقدون على الملك والخلافة، واثني عشرية يعني يعتقدون على 12 إمام. شنو الفرق في هذا التقسيم؟ هذول الشيعة الإمامية الاثني عشرية اللي لا ينقصون إمام ولا يزودون إمام، ذول هم المخاطبين بصفة المؤمنين، وهم اللي الله تعالى يرتب لهم الثواب وأعمالهم مقبولة وإلى آخره. أما البقية فكلهم في طبق واحد. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أنه اللي منكر لله تعالى هذا يسمونه كافر، حكمه النجاسة، ذبيحته لا تؤكل، لا يزوج وإلى آخره، يعني ما إلى احترام، ما إلى حرمة. اللي دون من عنده اللي هم الكتابيين دول شوية أقل، اللي طوهم حكم الطهارة، فيختلفون عن الأول في حكم في الدنيا اللي هو حكم الطهارة. اللي أقل من عندهم يسمونهم المسلمين، ذولا بعد اعطاهم احكام اكثر، يعني الشارع انطاهم احكام اكثر حتى تتيسر الحياه، حتى يقدر ان يعيش المؤمن في هذه الاوساط. فيجوز ان يتزاوج وياهم على كراهه شديده في غير احتمال الضلال، يجوز ان يورثهم الورث بيناتهم، ياكل من عندهم، ياكلون ببيته، ماكو مشكله، وحكمهم الطهاره ومالهم ايضا محترم في الصوره العامه. هذول احنا عندنا ضابطة حاكمة على الشيعة اسمها سلم لمن، وكل احنا حافظين هاي الضابطة. يعني انت يصير اليوم تكره شيعي،
يصير واحد يقول أنا أكره هذا الشيعي، يصير الظاهر من الروايات أنه إذا شيعي كره شيعي واحد من عندهم منين يطلع؟ من ولاية أمير من يستجير، اكره عمله. قول هذا الشيعي مثلا فاسق سرق من عندي أو كذا، نعم اكره عمله. ويجب على كل شيعي أن يحب الشيعي وأن لا يؤذيه، لا يسرق ماله، ولا يؤذيه بصوته، ولا 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 كل اللاءات، كل الاستثناءات. أكو حقوق، لكن هذه سلم لمن سالمكم، أكو وياها حرب لمن، ولي لمن، عدو لمن. زين هذا اللي يجي ويقول للإمام الصادق مثلا اللي يجوا وقالوا للإمام الباقر، قالوا له أنت مو إمام، يعني وصفوه بالكذب، نستجير بالله. ذولا أعلنوا عدائهم للإمام لو أعلنوا ولائهم للإمام. اللي أنكروا إمامة الإمام الصادق نفس اللي قتلوا الإمام الحسين، بس شوية هنا الجريمة شنو؟ أبشع، الظلم أكبر، ولا اثنيناتهم شنو؟ ظلم. اللي يكذبون إمام من الأئمة هذا ظالم، هذا عدو للإمام. فيمكن أنه إحنا في يوم من الأيام نخلي من أنكر ولاية أو إمامة واحد من الأئمة في حكم الشيعي المؤمن وننطي أحكام المؤمن؟ لا، هذا كل واحد يفكر بهاي القضية هواي. إحنا من ننطي أي قيمة ولا نحب أي واحد إلا إذا كان يحب محمد وآل محمد. لا نوالي إلا من والاهم، ولا نعادي إلا من عاداهم. إحنا سلم لمن وحرب لمن. هذني أبجديات، بس مرات ما أعرف شوية السياق يجي مو مرتب، ما أعرف شو يصير. لأني أبجديات محفوظات المفروض. إحنا عندنا الشيعة أصلا لا نأخذ الحق إلا منهم، ما عندنا طريق لأخذ الدين الشرع الفقه إلا منهم، ويجب علينا أن نسلم لهم تسليم مطلق. ما آتاكم الرسول فخذوه. مو لهذا مثلا واحد عندنا هيك في الروايات، أنا شايف رواية في البصائر معناها يقول له الإمام خاف تجيك رواية وتقول أنا هاي شو الرواية قلبي ما قبلها، والله مثل اللي اشمئزيت من عندها. قال له لا تكذبها، الست صار عندك موقف من الرواية بس لا تكذبها. ليش؟ قال له لأنه احتمال تكذبها وتكون صادرة من عندنا فيكون تكذيبك للرواية تكذيب علما فهذا يخرجك منين؟ من ولايتنا. إذا كان إنكار الرواية قد يخرج الإنسان من الولاية، هو إنكار الأئمة من الكاظم عليه السلام للإمام الحجة. حتى اللي يجي ويزود عليهم إمام ويسويهم 13 يسويهم 20، هذا أيضا شبيه يلتحق بفرق المسلمين ويخرج عن فرقة المؤمنين. أكثر من هذا عندنا الآن يجي واحد يقول هذا عمل مجرب. هذه قضية أيها الأحبة شو صارت مثل يعني كأنما يتداولها البعض، يودي رسالة على الواتساب على ما أعرف وين، يقول هذا عمل مجرب، إذا تسوي يصير كذا. خو من أين لك هذا؟ منو اللي قال لك؟ مثلا إذا تكتب يا رزاق 14 مرة يزيد رزقك، منين؟ منو قال لك؟ مرة إذا تخلط الماء على مثلا التيزاب يصير كذا قضية. هذه قضية عملية تجربة يدركون هذول اللي خلطوا مواد أو موجودة خارجية، صحيح؟ بس يجي واحد ويقول إذا تكتب بدفتر وتخليها بجيبك 14 مرة يا رزاق يكثر رزقك، نقول له من أين لك هذا؟ منافذ الرزق من الأمور الغيبية، وعوامل زيادة الرزق بيد الله تعالى ما حد يدريها. فإذا واحد إجا وقال سوي هذا العمل يصير كذا عمل، خو منين لك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ إذا أكو رواية خو جيد، هاي الرواية بعد هي اللي حددت الرواية، خو حاكية عن الغيب. بس أما أنه هذا مجرب، خو شنو قيمة اللي جربه أصلا؟ معصوم. إذا معصوم وإمام
هذا مطلع على الغيب. إذا مو معصوم ومو إمام هذا لا يجوز أصلا تناقل هذه الأمور. هذه تعتبر من البدع، من البدع اللي حرام إفشاءها أصلا واحد ينقلها للثاني. ليش؟ لأنها ما خرجت عن الطريق الصحيح. هذول الواقفة كان عندهم مناظرات مع الإمام الرضا صلوات الله عليه. وحدة من المناظرات فرد يوم من الأيام اجتمعوا عند الإمام الرضا، رواية طويلة جدا. من ضمن الكلام اللي جرى في الرواية سئلوا الإمام الرضا هذا السؤال، قالوا له: إنا روينا عن آبائكم أو عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام، يعني أنه الإمام إذا مات أمور الميت اللي هي التغسيل والتكفين والصلاة والدفن لازم يليها من؟ إمام مثله. ايش يريد يقولون الواقفة؟ يريد يقولوا له أنت مو إمام، يعني أنت لو كنت إمام توليت أمر أبيك، لأنه لا يلي أمر الإمام إلا إمام، أنت بالمدينة والإمام في بغداد. الإمام الرضا عليه السلام سألهم سؤال، قال لهم: أنا أسأل، هذا أنا أحشيها بالمعنى، أحشيها بالمعنى. قال لهم: أسألكم سؤال، ماذا تقولون في إمامة الحسين بن علي؟ إمام لو مو إمام؟ قالوا: بلى حسين إمام. قال: من ولي أمر الحسين؟ قالوا له: علي ابن الحسين. قال لهم: وأين كان علي؟ قالوا: كان في سجن عبيد الله ابن زياد. قال لهم: الذي جاء بعلي بن الحسين من السجن من الكوفة إلى كربلاء هو الذي جاء بي من المدينة إلى بغداد، ولست في حبس ولا إسار، أنا لا أسير ولا محبوس. علي بن الحسين كان هم أسير هم محبوس، ومع هذا استطاع. طبعا إحنا الشيعة خلاص ما دام الإمام قال، الإمام الرضا قال، خلاص هذا قول المعصوم. شنو عندنا هاي الرواية بها أولا تصريح قول الإمام قال الذي جاء بعلي ابن الحسين، هو قال بعدين الذي جاء بعلي، يعني الإمام هو الذي قال أن الله جاء بعلي ابن الحسين. هذه واحد. اثنين، أمضى قولهم لما قالوا له الذي جاء هو علي بن الحسين، الإمام ما قال لهم مو صحيح، هذا إمضاء يسمونه، فصار قول وتقرير من الإمام صلوات الله تعالى عليه. اكو قضية حلوة لطيفة بالرواية، عادة المناظرة تكون بالأمور المحتملة للاختلاف لو بالأمور التي لا خلاف فيها. ذولا من اجوا يناظرون الإمام هم مو جايين يطلبون باب هدى، هم لو جايين يدورون علم وقضية باب هدى قطعا الإمام يفيض عليهم من العلوم ما يغنيهم. هم يجون فقط حتى بلكي يعثرون الإمام صلوات الله عليه، بلكي ياخذون فرد زلة، بلكي يلقوا لهم فرد شوية يتمسكون بها. فلو كان اكو احتمال لاختلاف في حضور الإمام السجاد في زمان الإمام الرضا لتشبث به هؤلاء. هذا معناته أنه المشهور والمعروف والمتفق عليه إلى زمان الإمام الرضا أن الذي ولي أمر الحسين عليه السلام هو الإمام السجاد صلوات الله عليه. هذني طائفتين من الروايات إن شاء الله تعالى لا تردون تراجعونهم. أكو بعد عوامل أخرى يعني هذا يغنينا ويكفينا، أكو لعله يذكرون وجوه أخرى كمؤيدات، منها هذا التقسيم، مثلا تقسيم القبور. ذولا بنو أسد من وصلوا ما عرفوا الأجساد، عرفوا بس جسد الإمام، وإلا بقية الأجساد ما عرفوها علما. الإمام من قسم وأفرد لحبيب قبر، هم ما يعرفون حبيب، ما يدرون هذا منه. الإمام بعد ما خلص قال لهم: وأما هذا القبر المنفرد فلحامل راية الحسين حبيب ابن مظاهر الأسدي. الإمام أفرد له خصوصية، مو أنه لأنه من بني أسد، أصلا هم ما يدرون به، هذا إله خصوصية كان فأفرد له ضريح. لو كنت أنت حاضر في الدفن، الإمام دفن في مقبرة، لو دفن في صحراء مفتوحة، كربلاء صحراء كانت مفتوحة، وأكو رجال كانوا مستعدين يساعدونه،
مجموعة من بني أسد. فشنو المعنى أنه الإمام يقول اجمعوا أجساد الشهداء كلهم وخلوهم بهاي الحفرة، واجمعوا أجساد آل البيت وخلوهم بهاي الحفرة؟ ليش ما قال لهم روحوا للمشرعة وجيبوا قبر مثلا جسد العباس، يخليه بهذه المسافة البعيدة في الصحراء؟ هذا تمهيدا، يعني أن علي بن الحسين كان متقصد لأن يفرد لحبيب قبر فقط في داخل الضريح، ويفرد للعباس مو قبر، وإنما يفرد للعباس ضريحا مستقلا. منا هذا الآن العلاقة اللي ويا العباس. هاي الشيعة عندهم العباس يعني خو بعد صحيح مستعد هو يمكن يحلف كل الأيمان بس ما يحلف. هذا الترتيب اللي صار عند العشائر وعند الناس بصورة عامة هو هم فعلا باب للحوائج صلوات الله. يظهر أنه هذه إرادة إلهية أن يفرد للعباس ضريحا مستقلا، صار باب للحوائج. وهذا الشيعي العادي إذا شوية يخدم الحسين الله ينطي شنو؟ وجاهه، واجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا. يعني أنا أصير وجيه، مو أنه أنا أتوجه بمن له الوجاهة، لا، يعني أن في خدمته وجاهه. زين إذا هذا الخادم العادي يصير له وجاهة، شنو راح يصير للعباس عليه السلام؟ هذا الجاه والوجاهة، أوضح مصادق الجاه والوجاهة لقمر بني هاشم صلوات الله تعالى عليه. هذا التقسيم هو، وإلا فهم ما عرفوا الأجساد. لما ارتحل عسكر ابن سعد جاء مجموعة من النساء فرأني الأجساد الطاهرة يشخب منها الدم وفيها روائح عجيبة، فابتدرن إلى رجالهن وقالوا إن لم تبادروا إلى دفن هذه الأجساد الزكية بادروا الآن إلى جسد حبيب رسول الله وابن أمير المؤمنين وريحانة الزهراء، وإلا تبادر النساء. عار والله على الزلم للحشر عايار، الجار للجار العرب تكرم الجار. ليش مرم حسين الثالث نهار وشيعته وكل هلا واصحاب. تحرك بنو أسد وضعوا عينا على الطريق. يقول بالرواية هكذا بالخبر المشهور المعروف هكذا أن بني أسد عرفوا جسد الحسين ولكن ما عرفوا بقية الأجساد. شلون عرفوا جسد الحسين إذا كل الأجساد كانت مقطعة الرؤوس؟ من أين عرفوا هذا جسد الحسين؟ يظهر من كثرة الرماح والسيوف. اجتهدوا على تحريك الجسد فما استطاعوا تحريك عضو من أعضائه. بينما هم على هذا الحال طلع عليهم فارس قد ضيق لثامه وأبله بدموع عينه، انحنى على الجسد المقدس. في الرواية رمى بنفسه، رمى ثم أخذ يشمه تارة يقبله بالأخرى. جسد والراس صار مكاني. ثم قال يا بني أسد علي بحصير. قالوا ما تصنع بها؟ قال أجمع عليها أوصال الحسين.
المقطعة حين ظهر على والله أعلم بحاله بداية للكفن والتابوت لف باريا لم يشرك معه أحد من بني أسد أنزله لوحده وإذا بصوت من نحر الحسين بني علي والسد رضيعي على صدري قل أبويا لطفل خل على الصيد يا ابني وبرفيج حط نحر على نحر لا يلجم جرحه يا ضخري أنزله في قبره ثم أشرج عليه اللبن وأهال عليه التراب ثم قال يا بني أسد هل بقي جسد؟ قالوا بلى بقي بطل على المشرعة كلما حملنا جانبا منه سقط الآخر من أين أدرك هؤلاء أنه بطل؟ قالوا ما حملنا جانبا منه إلا سقط الآخر لكثرة ضرب السيوف والسهام قال اقضوا بنا إليه يقول له يا عمي اشهر سيفك فتاك هذا الواك ما تناض تشيل الواك نايم يا بخور زينب صلى الله عليها افتقدت السجاد فعاد إليها بعد أن تأخر عنها عاد إليها رأته وآثار التراب قالت بني علي أين كنت؟ بس زينب علي مو بعيدة المدة عن الحسين قال لها عم الآن رجعت من دفن جسد والد الله أكبر إلى الآن لم يدفن الحسين قل عم يا علي السجاد عم يا علي السجاد صاحت زينب الكبرى لابن أم حصر دفان يولا ظل على الغبر عم يا علي السجاد لخي ما حصل دفان ما شفنا يظل ميت 3 أيام عالتربان لا واحد تدماله عن حر الشمس شال عفت الولب الحاله ختوا لا قلب عليه وقلب الأخت شي صبره تقول له يا عمّا من الظهر للساعة ما تقل جلس غايب وين سمعها وفاضت عيونه ودمى صبن دموع العين ناداها غبت عنك رحت يم جسم ابو يا حسين رحت الوالدي شفته 3 أيام فارقته يا عمّا ودفنت جثته ورضيع بالسهم مفطوم على صدر حسين والسسم يقلها بعد اخبرك بعد يا عمّا دفنت انصار ابو يا حسين كلها وكلها البيت عساك ان شاء الله تأمنين زينب سمعت وصاحت على الأكبر دفنته تدرك والده يحبه شباب وفرقته صعبة قال لها على الأكبر يم حسين أبو قبر زينب سمعت وصاحت أنشدك يا علي نشده يا عم عادة الميت يصير على التراب خدت دفنت شلون ابوك حسين عم راس ما
قلها بدال راس حسين صار على التراب نحره وتحسرت زينب صاحت يا علي الأكبر صاحت يا علي وتحسرت زينب وصاحت يا عم عندي بعد سؤال بعد عد زينب ما هذا السؤال تقول له نشدك عن فاضل اخوي اللي كفل ضعني شتشيلي شلعت السهم من عينه دفنت وياه جفي هذا يا عم الجود شاوينا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وبركته واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي وعافي مرضانا اغفر لأمواتنا اغفر ذنوبنا تقبل أعمالنا يسر أمورنا عافنا واعف عنا. إلى أموات المؤسسين والحاضرين والسامعين وأمواتنا وشيعة أمير المؤمنين والعلماء والشهداء والسادات ومن ليس له ذاكر. الفاتحة مع الصلوات.